تعالى اقول لك اهميه التنفس من المناخير. اول حاجه المناخير بتفلتر الهواء، فبتنقي الهواء من الشوايب والبكتيريا والفيروسات اللي ممكن توصل للرئه. تاني حاجه المناخير بترطب وبتدخل الهواء دافي شويه على الرئه، لان الهواء الجاف والبارد بيكتر الالتهابات في الرئه وبيأثر على صحتها وكفاءتها. ثالث حاجه التنفس من المناخير بيزود الاكسجين في الجسم وبيساعد على التوازن ما بين الاكسجين اللي داخل والكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون اللي خارج من الجسم، فبيخلي العمليات بتاعه الجسم كلها كفاءتها تزيد وتشتغل بشكل احسن. مشكله كمان بتعملها التنفس من البق ان هي بتخلي الجسم كانه في حاله توتر او في حاله ستريس على طول، دايما في ديفنس ميكانيزم، حاسس ان في مشكله وبيدي اشاره للمخ ان الجسم في خطر، فالمخ بيشتغل بشكل اسرع، فالجسم بيشتغل في حاله ضغط وحاله توتر اعلى. لكن لما بنتنفس من مناخيرنا الجهاز العصبي بيهدى وبيساعد الجسم ان هو يفكر احسن ويساعد على التركيز اكتر، وان الجسم يكون في هدوء اكتر والاعضاء كلها تشتغل بالراحه وتبقى شغاله من غير اي ضغط.